بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة نادي الفيسبا المصري. النهاردة هنشرح ان احنا ازاي نعمل عملية المينتنس او عملية الصيانة للستارت اب انجن او المارش الخاص بالفيسبا. كتير مننا بيشتكي او شايف ان العملية صعبة، لكن هي العملية سهلة جدا وبسيطة. هحتاج طبعا عدة، هحتاج مفتاح 17 وهحتاج مفتاح 13 عشان اقدر افك المارش من جسم الفيسبا. هو عباره عن ان انا بفك الثلاث مسامير دول من الكارتيره الداخليه، بس طبعا قبل ما اوصل للثلاث مسامير دول لازم بفك العجله الخلفيه وافك المساعد او المسمار المساعد الخاص، المسمار التحتاني الخاص بالمساعد او مسمار 17 بفكه. بعد كده برحل المساعد بجيبه فوق الطنبوره بحيث ان انا اقدر يتكشف قدامي جسم المارش، اقدر افك الثلاث مسامير دول. بعد ما افك الثلاث مسامير دول بمفتاح 13 ما بنساش طبعا ان انا افك وصله الكهرباء اللي هي واصله من جسم الفيسبا للمارش، بقدر اطلع المارش. بعد كده نيجي بعد كده للمرحله الاهم اللي هي مرحله ان احنا ازاي نعمل الصيانه للمارش، نعرف ايه العيوب المتكرره في المارش او الستارت اب انجن. بيبقى معايا بنسة او زرادية ومعايا مفتاح 13، طبعا انا جاي مفتاح انجليزي عشان توفيرا للعدة. المفروض معايا سومبوك او مسمار صلب، موجود معايا بنسة شوكة عشان اقدر اخرج بيها التيلة. طيب اول حاجة بجيب مفتاح 13 وابدأ افك المسمارين الخاصين بجسم المارش اللي موجودين على القلة. طبعا احنا المارش مكون من 4 اجزاء، مكون من اكس بندكس، الاكس رفيع ده اسمه بندكس، مكون من ترس بندكس، مكون من قلة، مكون من اسطوانة او جسم المارش، مكون من حاجة اسمها قاعدة شربون، ده طبعا المارش الايطالي. بعد كده جوه حاجة اسمها الموبينة بتلف على السنتر ده او على الكرسي ده. طيب المارش الايطالي الفرق بينه وبين المارش الهندي ده على مخدات، زي ما احنا شايفين ادي مخدات، ادي مخدة مثبتة طبعا من جوه، ده 1 2 3 4 مخدات. طبعا ده مكان او مسمار الكهرباء اللي بيوصل الكهرباء لجسم المارش، والارض بياخد طبعا عن طريق اتصاله بجسم الفيسبا عن طريق القله، او ان انا اوصل وصله الارض من تحت. طيب بعد ما افك مسمارين ال 13 عكس عقارب الساعه، طبعا انا كنت مهوي المسامير قبل الفيديو توفيرا للوقت. فكيت اول مسمار، مسمار طبعا بينزل عليه ورده، المسمار التاني، اجي بعد كده افك الاقي ان القله او الجسم او الجزء ده بيطلع معايا بكل سهوله. بس باخد بالي وانا بطلع القله ان في حاجه، في جوان جلد كتير مننا بينسى الجوان ده. الجوان ده مهم جدا، الجوان ده هو المسؤول عن عدم تسريب الميه لداخل جسم الموبينه. الموبينه الداخليه طبعا لو وصل لها ميه هيحصل عمليه قفله وتتحرق. طبعا الجوان الجلد عشان اطلعه لكم عشان نشوفه مع بعضينا، ده الجوان جلد. وبعد كده عندي جوان صلب زي ما احنا شايفين، جوان صلب. يجي بعد كده المرحله الاهم ان احنا نشرح العيوب المتكرره في الفيسبا. اول عيب بيقابلني حد بيقول لي ان صوت المارش خشن، او ان انا عندي ترزيع، او ان المارش بيعتل ما بيشتغلش. طيب نيجي اول حاجه، في اول عيب بيظهر في المارش ان الترسين دايما بيحصل فيه مشكله. هو الترس ده عاشق ومعشوق، ده ترس زي ما احنا شايفين الترس اهو، طبعا انا عشان حاطط شحم، ده ترس. وعندي ترس تاني جوه القله، انا هحاول الفه وهو يبان من جوه. طبعا ده الاكس، اشاور لكم على الاكس، ده الاكس، وده الترس، الترس اهو اللي انا مشاور عليه البنز، ده الترس. طيب هنيجي لاول حاجه ان احنا لو بيحصل دايما عمليه تآكل في الجزء ده، في الترس ده والترس التاني. طبعا انا ما ينفعش، يعني الصح ان انا ما اغيرش ترس واسيب التاني، لا لازم اغير الاتنين مع بعض بحيث ان هم يبقوا جداد مع بعض، ما يكونش واحد فيه نسبه تآكل والتاني سليم، فيحصل ان الاتنين هي ايه،
هيحصل عمليه تاكل، وان العمليه متبقاش مظبوطه وصوت المارش يبقى خشن ويبقى فيه تعتيله. يفضل ان انا اغير الترسين مع بعض. طيب انا هخرج الترس ده ازاي؟ احنا زي ما قلنا المفروض يبقى معانا سمبك. ببدا ادور على ناحيه فيها تيله صغيره زي ما شايفها كده اهو. التيله دي فيها جنب مبرطش وجنب ان انا اقدر اخرجه منه. طبعا انا دلوقتي انا ببص على الجنب ده، الجنب المبرطش، ما ينفعش ادق على هنا، لا لازم ادق على هنا اهو، بحيث ان اطلعه بالعكس. احط السمبك في خرم في النص كده احطه، طبعا الجنب ده يقدر يدخل لجوه، فادوس كده اهو. وبأي حاجة خفيفة يبدأ التيلة تطلع معايا زي ما احنا شايفين، طلعت من الناحية التانية. بعد كده بجيب حاجة ارفع عشان بحيث انها تدخل في المجرى واقدر اطلع التيلة زي ما احنا ماسكين كده اهو. وابدأ ادق عشان تبقى باينة. كده التيلة طلعت زي ما احنا شايفينها، زي حاجة شبه صلب صغيرة رفيعة، دي مهمة جدا طبعا. بركنها. بعد كده ببدأ أشد الترس لفوق، الترس يطلع معايا. الترس زي ما احنا شايفين، طبعا الترس ده مفيهوش مشكلة، لكن لو في ترس تاني هتلاقي نسبة تآكل في السنون دي. طبعا أنا عندي هنا الترس حالته سليمة، طبعا هنا مكان التيلة وهنا مكان التيلة. طيب ده الترس الأولاني. طبعا هنا باخد بالي إن في هنا رمان بلي أو بلية صغيرة. طبعا البلية دي ساعات بيحصل فيها عملية بوش أو عملية فرق، بيحصل فيها عملية تآكل، فبلاقي نسبة بوش، فبلاقي الأكس ده رايح جاي معايا. طبعا أنا في الحالة دي الأكس عندي ثابت والبلية سليمة مش محتاجة تغيير. طبعا البلية دي بيحصل فيها مشكلة، بيحصل إن صوت المارش بقى خشن، بس عادة مش دي اللي بتبوظ. زي احنا فكينا الترس الأولاني، هنيجي للمرحلة التانية إن احنا ازاي نخرج الترس البندكس بحيث إن احنا نغير الترس الداخلي اللي جوه. طبعا هنا في تيلة، الاقي فوق ترس البندكس حاجه اسمها طبق، الطبق اللي هو اللي بيلف ده، انا الصغير اللي بيلفه. فوق الطبق بلاقي تيله صلب. طبعا دلوقتي بخرج التيله الصلب. بدوس كده اهو واروح دايس العكس. تمام كده هبدأ الاقي ان التيله طلعت معايا. التيله اهي كده، انا فكيت التيله، احط التيله على جنب. هبدأ بعد كده الاقي اول حاجه تطلع معايا حاجه اسمها الطبق. زي ما احنا شايفين ده الطبق مهم جدا لانه مش بيتباع. اجي بعد كده الاقي تاني مشكله اقدر اقابلها ان السوسته دي ضعفت، فالسوسته دي ضعفت اللي يجرى فيها ترس البندكس هيطلع، هيلف اللفه بتاعته، هيطلع لقدام مش هيرجع لورا. طب ايه الناتج ان هو يطلع قدام؟ هيفضل يخبط في، هو يعمل صوت بعد الدوره، صوت ايه؟ صوت ترزيع. الترزيع ده ناتج عن احتكاك التروس دي او تخبيط التروس دي بتروس الفولون. ابدا اشيله
الاقي هنا طبعا في سوسته. طبعا السوسته زي ما احنا شايفين السوسته ضعفت خالص وقصيره فمش عمليه، فنبدا ان احنا نغير السوسته دي بسوسته تانية. ده جسم ترس بندكس، المفروض ان ده ساعات بيبوظ بيلف على الفاضي. بيحصل ليه بيلف على الفاضي؟ لان ده الاتجاه واحد او لفه واحده بس، اللفه هي ناحيه الشمال، ما ينفعش يلف يمين. لو لف يمين يبقى يعني بحاول ادوس كده جامد ولف يمين ما يلفش، يلف شمال بس. ده لو لف يمين يبقى بايظ، بحتاج ان انا اغير ده، بس ده مش بيتباع لوحده، ده بيتباع مع الترس او الاكس البندكس. طيب نيجي بقى للمرحله الثانيه، بعد لو ده بايظ بقدر اغير ده. ببص طبعا على مكان السنون سليم، ببص ان اللفه بتاعته سليمه ما بيلفش العكس. نيجي بعد كده للجزء ده، ان انا عايز لو انا عندي مشكله في الاكس، المشكله دايما بتحصل في الاكس لان مكان التيله ده بيبوظ لو حد دق عليه او حاجه، او ان الاكس نفسه من المكان ده حصل فيه عمليه تآكل. دي حاجه. الحاجه الثانيه الجزء الداخلي اللي احنا هنشوفه، طبعا لو بصيت جوه الاقي ان في تيله ليها منفذ. ادي المنفذ الثاني، التيله اهي نحاول نلفها برضو. تيله هنحاول نبيت كده، نبدا ندوس زي ما احنا شايفين. طبعا احنا قدرنا نطلع التيله زي ما احنا شايفين. دي تيله صلب. ببدا اشيلها مع بقيه المكونات. اجي بعد كده ان انا اطلع ده ازاي؟ هلاقي هدخل اي جزء معدني هنا زي السمبك مثلا، وهبدا اديله خبطات خفيفه من ورا من هنا. ببدا ابيت السمبك وابدا ادق دقات خفيفه. ابدا الاقي بعد كده ان الجزء الاكس يطلع معايا. طيب الاكس عباره عن رمان بن زي ما احنا شايفينه، عباره عن اكس تاني. بحاول ان انا اشيل لكم الشحم من عليه. حطه شحم الجزء ده. طيب التيله دي او الجزء ده من الاكس عشان اشيله لازم انطر البليه او انطر الجلبه. الجلبه دي طبعا الجلبه دي بدق هنا دقات خفيفه، بلاقي الجلبه دي طلعت معايا من الاكس، واطلع الاكس ده. طلع الاكس ده في حاله، او الترس ده في حاله لو الترس ده فيه عمليه تاكل. طبعا انا غيرته، هو بشيل الجلبه دي وبشيل الترس، بيطلع معايا بينزل الترس. لازم اغير الترس ده مع الترس ده، لان الترسين دول بيلفوا كده نفس المنظر ده، عاشق ومعشوق في بعض. فعادة لازم اغير الاتنين مع بعض. ده ترس بندكس، لو ده حصل فيه مشكلة الترس ده بيتباع لوحده هو والاكس مع بعض. ترس بندكس والاكس دول مع بعض. وبكده نبقى احنا شرحنا ازاي نقدر نعمل عملية المينتنس الخاصة بمجموعة المارش او الستارت اب انجن. وهنبدأ دلوقتي من عملية التقفيل. اجي بعد كده لعملية التقفيل. طبعا قبل عملية التقفيل لازم ان انا اشحم حوالي 3 اجزاء. بشحم الترس ده، بشحم القاعدة دي، بشحم القلة من جوه زي ما احنا شايفين، بشحم الاكس ده من جوه، ما بشحموش من بره لان ده جزء لازم يبقى ناشف دايما. شحم الاكس من بره
اجي بعد كده اشحم الاكس الاخراني. الاكس طبعا ده بركبه، المفروض ان انا غيرته مثلا دلوقتي. اجيب التيله، التيله فيها جزئين، جزء مبرطش وجزء لا، فبدخل التيله في الفتحه بتاعته كده اهو، وابدا اديها دقات خفيفه. زي ما احنا شايفين بدا يدخل. بدأ لازم طبعا اتأكد ان التيلة دخلت للآخر بالمنظر ده زي ما احنا شفنا كده. اتأكدت ان التيلة دخلت للآخر، واتأكد ان المارش بيلف بسلاسة، وابدأ اشحم الأجزاء بتاعتي. شحم طبعا البلية اللي جوه، كل ما كان الشحم نوعه نضيف والشحم في الأماكن اللي فيها التروس يبقى الصوت أوطى وأهدى. طبعا أنا كده بحاول أخلي الشحم يوصل للبلية الداخلية، وزعته زي ما أنا شايف. اجي بقى للجزء الخاص بالتقفيل. اول حاجه طبعا بنرجع بالعكس، بحط الجوان الصلب، اتاكد طبعا ان تحت الجوان مفيش اي اتربه، بحاول امسح طبعا كده. بحط الجوان الصلب اول حاجه، بعد كده الجوان الجلد، بالمنظر ده ابيته مكانه. اجي بعد كده ان انا خلاص الجزء ده انا كده قفلت الجزء السفلي، اجي اقفل الجزء التاني. بمسك طبعا بعد ما بقفل البليه واقفل الترس واقفل الجلد، احطهم طبعا بالمنظر ده كده. دي زي عملية تليين. اجي بعد كده للجزء التاني ان انا ادخل البتاع في جزء عالي في جزء واطي، يعني انا بدخل طبعا الاكس في الجزء العالي بالمنظر ده، بقيته كده اهو. طبعا هننزل دق برضو خفيف من فوق من هنا، لان في فرق هنا ولسه هو ما كملش الاخر. كده الصوت اختلف، فعرفت ان هو دخل ايه صدره. هبدأ طبعا اوزع الشحم عليه. حاول طبعا اشحمه تاني. بعد كده طبعا بعد ما بدخله ببدأ ادق دقات خفيفة بالمنظر ده
كده اتأكدت ان الصوت اختلف لما بدأ هو يعشق من جوه. بعد كده بنساش طبعا التيلة لان دي مهمة جدا. بمسك التيلة اول فتحة وتاني فتحة، بعد كده ابدأ اضغط على التيلة وادخلها بالمنظر ده كده اهو. ببدأ ابيت التيلة اهو. تمام كده انا دخلت التيلة في الظرف بتاعها. بتأكد ازاي انها دخلت، بمسك التيلة وبحاول الف التيلة جوه المجرى بتاعتها. ببدأ ليها انها تبدأ تدخل وتخرج، بتلف زي ما شايفين التيلة. فعرفت كده ان انا التقفيل مظبوط. اجي للمرحلة التانية. اول حاجة بركبها ترس بندكس، دخل طبعا. تاني حاجة انا عندي هنا في موضوع عايز اكلمكم فيه، موضوع السوستة. السوستة دي مسؤولة طبعا انها كل ما الترس بعد الدورة الترس بيطلع بالمنظر ده، فهي مسؤولة انها ترجع الترس. طبعا السوستة انا عندي هنا فيها مشكلة، فالمفروض ان انا بجيب لمبة 1 بول من عند اي بتاع قطع غيار، باخد منها السوستة بتاعتها. السوستة طبعا ليها مجرى، ادخل السوستة بالمنظر ده كده حوالين الاكس. بعد كده بركب الطبق. المنظر ده الطبق وشه لفوق والقاعدة لتحت بحيث انها تزنق الايه السوستة. اجي بعد كده ادخل البلية سوري التيلة. كده التيلة دخلت، والاقي ان المارش او البندكس بيطلع بينزل معايا بدون مشكلة. حاول انشف كل الرواسب. طبعا ما بنشفش اماكن التشييع، انا بنشف الاماكن اللي فيها الجوين. اجي بعد كده مرحلة بعد ما قفلت التيلة ببدأ اركب في لي عدلة. العدلة بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين اهي، وبقعد كده. بعد كده اربط مسمارين 13 بتوعي، والمسمار التاني، وابدأ اربط المسمارين. طبعا لازم اربط عليهم جامد. استنى عشان دي كلها شحم طبعا مش عارف اربط كده. يبقى احنا ابدأ الف المارش، على المارش بيلف معايا ملوش صوت. كده ان انا حليت مشكلة
المارش او الستارت اب انجن. وباذن الله هنتقابل في فيديوهات تانية ونشرح شروحات تانية باذن الله. شكرا، وتابعوا قناتنا على اليوتيوب www.youtube.com/egyptfespa او الويب سايت www.egyptfespa.com. وتابعونا قريبا في فيسبا ستور ان شاء الله. كل السبير بارتس او القطع الغير الاصليه هتبقى متواجده متوفره في المتجر بتاعنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.